راشد لنقل المحروقات ليصبح هذا الخط قطبا صناعيا هاما. ففتحت الورشات الضخمة للنقل عبر السكة الحديدية. مشروع توليه الدولة الجزائرية العناية الفائقة والأولوية البالغة لما له من أهمية وطنية وإقليمية. الأشغال قائمة في وهران من أجل ربط المنطقة الصناعية بالطيوة بالسكة الحديدية. دفعة إنتاجية متصاعدة وموارد مالية هي آفاق هذا المصنع، خاصة بعدما جهز بخط سكة حديدية يربطه بميناء وهران وآخر بمنجم الحديد جارج بلاد بولاية تندوف. سيسمح في المستقبل بنقل حوالي 3 ملايين طن من منتجات الحديد، وفي الاتجاه المعاكس سيسمح بنقل حوالي 10 ملايين طن من الخام حين يدخل منجم غاز بلاد في الإنتاج. خط السكة الحديدية هذا يربط بين الميناء والمنطقة الصناعية بلارة ليضخ أنفاسا جديدة في نشاطه. هو إضافة نوعية للتعاملات عبر ميناء جنجن، كما قلنا الهدف هو التقليص من فاتورة النقل والمصاريف اللوجستيكية للسلع عند عمليات التصدير أو عمليات الاستيراد. آفاق اقتصادية محفزة يعرفها اليوم هذا المركب بعدما جهز بخط سكة حديدية يربطه بميناء جنجن التجاري. هذا الخط راح يساعدنا يعني بصفه مهمه جدا، خاصه فيما يخص كميه المواد المنقوله، الماده الاوليه المنقوله. لما نعمل النقل بواسطه القطار راح يكون يعني الكميه مضاعفه لو انه نعمل النقل بواسطه الشاحنات. يعني احنا عندنا حاليا الواغون فيه 55 يحاول في حدود 50 طن، والشاحنه يعني لما ترفد 25 طن كحد اقصى. راح نشوف هذا المقارنه باللي راح يكون فيه ضعف في الماده المنقوله، وبالتالي راح يكون عندنا امتياز فيما يخص الكميه وفيما يخص تكلفه النقل. هذا المنجم يعتبر واحدا من اكبر احتياطات الفوسفات في الجزائر بخام يقدر ب 2 مليار طن فاصلة 8. الطلب المتزايد على هذه المادة بعد تسهيل استغلالها والاستثمار فيها جعل الدولة الجزائرية تطلق مشروع تحديث وازدواجية خط السكة الحديدية الرابط بينه وبين ميناء عنابة. المشروع هذا راح يسمح للمؤسسة باش تحسن من مستوى الطاقة الإنتاجية، وبالتالي ثاني تحسن من مستوى التسويق. مرت المؤسسة بعديد من الأزمات. هذا المستثمر الشاب يرى من خلال خط السكة الحديدية آفاقا وتشجيعا له لتطوير نشاطه في كامل المنطقة. كما هنا في المصنع ساعات خصك توقع عومبان، توقع حوايج، خصك سلع تما تاع نيطواياج نجيبوهم من الجزائر. كي يعود عندنا الترا هنايا تعود نخدموا آلاف، قادر في 24 ساعة تعود الحوايج تاعك عندك هنا في الولاية. هي اللي تربط الصحراء الجزائرية، تربط الجنوب بالشمال. لما نقول شمال نقول الموانئ، نقول المناطق الصناعية. راح يخلق حركية اقتصادية وحركية اجتماعية بين الشمال والجنوب. خط ثالث اللي هو الخط اللي يربط بين المناجم الفوسفات بمناجم جبل العنق وبلد الحدبة ببئر العاتر ولاية بسا، اللي تربطها أيضا بميناء عنابة، وأيضا ربط المنطقة الصناعية لبلارة ولاية جيجل ميناء أيضا جيجل، ميناء بلارة، سيربط بين 54 ولاية من أصل 58. يعني حتولي شبكة، كل الولايات حتكون مربوطة مع بعضها البعض. هذا المشاريع يعني أهم الخطوط هذه هي في الحقيقة 4 مسارات تربط قلنا الصحراء الجزائرية بالشمال. المسار الأول ينطلق من ولاية وهران مرورا بولاية بشار وصولا إلى ولاية تندوف، وبالضبط إلى المناجم الحديد بجارج بلاد.